ازيكم يا شباب؟ إيه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يوم جديد، فرصه جديده، فلوج جديد. والنهارده من عنوان الفيديو هنتمرن رجل، فهيكون يوم صعب الصراحه. وفي تمارين في الرجل بدات العبها، انا كنت عمري ما بلعبها في حياتي قبل كده، زي مثلا تمارين الايه، يعني عضله التوت من الاخر، يعني فاهم، حاجات زي هيب ثراست، جلوت بريدجز، مش عارف ايه. وحتى ان انا باجي اعمل نظام تمرين لحد، مش بحط له التمارين دي عشان الوحيدين اللي بيستفادوا من التمارين دي ناس قليله جدا جدا جدا، فاهم. فهنشوف الموضوع هيمشي ازاي. فهنبدأ أول وجبة معانا الفطار الشوفان بتاعنا، ومعانا بقى النهاردة ندلع نفسنا من ايفولف الكراميلايز بسكت شبه اللوتس. نحط نص سكوب على طبق الشوفان بتاعنا، مش عارف انت شايف ولا لأ، بس ما علينا يعني. نفس وجبة كل يوم، وانا الصراحة بحب دايما اكل نفس الاكلة او نفس الوجبة عشان مش بزهق، يعني مش بمل. وكمان بوفر طاقة كتيرة في دماغي، ان انا اقعد كل يوم بقى لو عايز اكل اكلة تانية او اوبشن تاني، اقعد احسب بقى كل يوم السعرات دي والسعرات دي. فده الموضوع داخل في تلت ساعة، فاهم، تفكير عشان اعرف ان انا ايه اكل اكلة او احسب حاجة معينة. فليه؟ فاهم. طب ما اثبت كل، وده لبن خالي الدسم مع ومع نسكافيه وسكر دايت، فاللي هو اثبت كل الاكل مره واحده وخلاص، فاهم. ليه اقعد كل شويه احسب واحط؟ فانت اصلا يعني انت اصلا بتحط مجهود كتير انك انت تطبخ اكلك، بتحط مجهود كتير انك انت تتراك ماكروز سعراتك، وتحط مجهود كتير انك انت تحرم نفسك انك انت تاكل من بره، فتحط معاهم كمان مجهود زياده انك انت تقعد بقى تغير الاوبشنز والاكل وبتاع. كل يا باشا نفس الاكل يا باشا، بقالنا يعني الحمد لله 8 سنين بناكل، فاهم، كل يوم رز وفراخ، يعني ايه المشكله، فاهم. فمش هطول عليك كتير يعني. عملنا طبعا القياسات بتاعتنا ووزننا الوزن وكل حاجه ماشيه تمام التمام الحمد لله. والنهارده بقى ناخد تمرينة رجل كويسة. والصراحة مش هشرب قهوة النهاردة عشان التمرينة هتطول، هتكون تمرينة رجل طويلة ممكن تاخد مثلا ساعة وربع، ومعاها بقى الكارديو بتاعنا طبعا 35 دقيقة. فالنهاردة هنستعمل بري ورك اوت، فهنفطر الوجبة دي ونريح كده نص ساعة، نشوف كام فيديو، نعمل شوية شغل وكده، واشوفك في الجيم ان شاء الله. السكة الصراحة فاضية وجميلة، ودي بقى الميزة ان انا الفيديوهات دي كلها يعني بصورها في الويك اند، يعني ايام الويك اند الصبح تكون بقى الناس ايه نايمة، كل واحد قاعد بقى في الاجازة، فاهم، ايه مفنيخ يعني من الاخر. واحنا يا باشا نازلين يا باشا نشتغل، نازلين يا باشا، بص الترايبود اهي والشنطة، وبص نازلين احنا نشتغل ونعمل نتيجة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا ينصرنا ونحقق الحلم بتاعنا. هو الفيديوهات دي عامة انا قاعد عمال اصورها وبحطها وكده عشان انا عايز يبقى عندي مرجع او ادوكيومنت الموضوع، اوثق الموضوع، بحيث فاهم يعني انا بفكر على المدى البعيد، فاهم، لما اكبر كده ان شاء الله كده واتجوز واخلف، فاهم، اخلي اولادي يتفرجوا على الفيديوهات دي، فاهم، تبقى حاجه انت عملتها، سبت ذكرى لنفسك اولا، تاني حاجه لولادك، تالت حاجه فاهم حاجه انت بتحبها، وده اهم حاجه خالص. فمهم يعني خلاص احنا داخلين على الجيم دلوقتي، نطلع الجيم ناخد البري ورك اوت بتاعنا. النهارده الصراحه ما خدتش قهوه، فاحنا خلاص داخلين على الجيم دلوقتي، نطلع الجيم بقى ونبدا تمرينه ونشوف الكلام على ايه. وصلنا الجيم، الجو طبعا ولع ولع ولع، يا دوبك واحنا قاعدين كده بره ناخد البري في السريع. ما لقيتش صراحه الشيكر، فجبت اي ازازه فيها ميه وخلاص. فده يا باشا البري برده من ايفولف، ده بطعم الكولا. انا عايزك تشوف معايا كده من جوه يعني لونه عامل ازاي، مش عارف ابينها لك ولا لا، يعني لونه فاهم كولا كولا وطعمه كولا. فبري ورك اوت يكون اوبشن احسن من لما انت تاخد قهوه في حاله زي كده بالنسبه لي طبعا يعني. وطبعا طبعا طبعا زي ما عودتك تقدر تاخد خصم 10% من اي حاجه في ايفولف لو استعملت الكود بتاعي سامي 10. شايف تعامل الصراحه خطير. نخش بقى على التمرين، يلا بينا. البري ابتدى يشتغل، شايف اللون، وبدات كده احس ايه بالهرشه، فايه نبدا بقى التمرين على طول. فنفتح بقى كده ونلعبها، واهم حاجه تلعبها ببطء وهدوء وترجع بالراحه عشان الاصابات. اوه ايزي. نخش على التمرينه اللي بعدها بقى نخش مجموعتين فيلير خلفيات على ده، وده طبعا سراب يوم الرجل يعني معروفه.
تطلع للاخر. حلو حلو، جميل جميل. نخش على التمرين اللي بعدها. هنلعب دلوقتي اكتر تمرين بكرهه، البرجيريان سبليت سكواتس، اللي هو رجل ورجل. اخر ما لعبته من زمان قوي، مش عارف يعني هعرف اظبطه ولا لا، بس نجرب ونشوف الكلام على ايه. وزن حلو، متقل اللي جاي. خش مجموعتين على الجهاز القتيل ده، بيدلم سكوات يا باشا، اقوى جهاز كسكوات عموما. ولا تقولي ليك بريس ولا هاك سكوات ولا بيدلم سكوات ده. لو ما عندكش الجهاز ده عادي العب اي حركه سكوات، سواء ليك بريس سواء هاك سكوات سواء ايا كان، بس حاجه اللي فيها امان احسن بكتير طبعا. احسن بكتير طبعا من انك تلعب سكوات حر، عشان ساعتها ريسك الاصابه بيكون عالي ومش هتعرف توصل للفيلير زي ما هنوصل للفيلير دلوقتي. شايف نازله كامله. مميته. نخش على الحركه اللي بعدها. بعدها نخش بقى لاج اكستنشنز على الجهاز ده، ثلاث حركات اماميات ورا بعض. انا قلت لك التمرين دي مركزه اكتر على الكوادز عن الخلفيات، التمرين بقى الثانيه في اخر الاسبوع هتكون مركزه اكتر على الخلفيات عن الكوادز. فده طبعا جهاز ممكن ما يكونش عندك، فده لو ما عندكش يعني عادي العبه سنجل ليج، رجل ورجل. اتاكد كده ترجع الكرسي ورا على الاخر عشان تجيب الار اف الراكتس فيمورس عندك في الرجل، وتربط بقى الشداد ده هنا، فبالتالي انك انت تقلل الحمل من على ايدك وانت فتعرف تركز اكتر على رجلك وانت بتلعب، وتخشها مجموعتين للفشل اللي بجد. حلو قوي. نخش على التمرينه اللي بعدها، ونيجي بقى طبعا للتمرينه يعني اللي انا دايما بكرهها وعمري كنت بلعبها، بس خلاص مجبرين نلعبها مرتين في الاسبوع لل10 اسابيع الجايين او 9 اسابيع الجايين. الهيب ثروست يا باشا، يعني عندنا الجهاز ده، لو انت محتاجش الجهاز ده عادي بقى جيب بار فاهم واديها. والجلوتس مهمه جدا جدا جدا، عشان هي ببساطه بتساعدك لو عندك جلوتس قويه هتساعدك انك انت تلعب باوزان اعلى وانت بتسكوات، فبالتالي هيجي لك مكاسب عضليه اكتر في الكوادز. فيعني فاهم، مش زي ما الناس بتقول لك اللي هو ايه مش عايز اكبر الجلوتس بتاعتي، لا هي جلوتس قويه يعني عضلات رجل قويه يعني كور قوي، يعني تشيل اوزان اعلى يعني مكاسب عضليه اعلى. هنخش المجموعتين بتوعنا وامرنا لله بقى نعمل ايه. اهم حاجه تطلع للاخر. كفايه قوي كده. نخش على السمانه، واخيرا ننهي بقى التمرينه في سمانه واحنا قاعدين. دي في اول تمرينه رجل. التمرينه الثانيه اللي في نفس الاسبوع نلعب سمانه واحنا واقفين 3 مجاميع برضو، وبعد دي بقى للاسف نلعب 35 دقيقه على الستيرماستر. بس عادي احنا قدها. ساعات في النص والله بقعد افكر انا ليه بعمل في نفسي كده، انا ليه بتعب نفسي، ليه فاهم بعذب نفسي، بس لا في الاخر بفتكر الهدف، تفتكر انت بدأت ليه ساعتها تفضل مكمل. فهنخش بقى كفايه كلام. بص كده بصه على الطب عامل ازاي في الاضاءه الحلوه دي. العب، شايف التفاصيل، حته زوم كده. اوعى تفكس الرجل يا باشا، اوعى تفكس ليوم الرجل. الفكره اصلا يعني انا مش عارف اشد جامد بسبب ان احنا لسه لاعبين رجل، بس التفاصيل بدات تبان اهي، والادابترز اللي نبدا بيها شغاله. فاوعى اوعى اوعى تفكس رجل يا باشا، الرجل ده جزءك التحتاني. واحده اخيره بقى، العب، يلا بينا. ولسه بادئين اهو الكارديو بتاعنا. طبعا الكارديو بعد الرجل بيبقى صعب قوي، بس زي ما علمتك الحركه السحريه يا باشا، تجيب دي تخبي بيها الشاشه وتعيش انت ايه مع نفسك بقى. ف دي كانت تمرينة رجل كلها كانت فوكسد على الكوادز اكتر. مع الستيرماستر دلوقتي بجد مش حاسس بامكانيات عندي، تعبان قوي. فالتمرينه بقى اللي بعدها بتاعت الرجل هتبقى خلفيات اكتر، فبالتالي تعرف تركز على كل جزء فيهم اكتر من الجزء التاني. وبرضه انا لعبت الصراحه شويه ابز بطن بس ما صورتهاش، يعني كنت خلاص فاهم تعبان مش قادر، بس البريورك اوت شغال. بحس ان انا لسه لا جوايا طاقه وشبعان، وده اهم حاجه انت تكون شبعان. والكارديو هيعدي فاهم، الوقت كده كده بيعدي. هقعد مثلا ما انتش دلوقتي في الفيديو اللي انا صورته ده وانا بلعب الكارديو، الاقي فاهم فجاه ربع ساعه عدت، تلتايه نصايه خلصنا،
رجعنا البيت وتاكل بقى ايه الوجبه المكافاه يا باشا، رز وفراخ. فهنخلص الكارديو واشوفك مع الوجبه ان شاء الله. في مشكله لسه مكتشفها بعد ما ركبت العربيه، ان انا للاسف نسيت اطبخ الاكل قبل ما انزل، ودي اكبر مشكله يعني فاهم. لسه هرجع بقى اطبخ وبتاع، يعني دايما فاهم بحب ان انا اظبط الاكل قبل ما انزل، بحيث لما ارجع من التمرين ميت زي دلوقتي فاهم، تكون انت ايه الاكل بتاعك جاهز، تاكل على طول تريح كل حاجه. بس عادي، ايه المشكله نرجع نطبخ. وهنا بقى يا باشا تتعلموا انك انت تعتمد على نفسك، يعني انت اللي تطبخ الاكل لنفسك وما تخليش والدتك هي اللي تطبخ لك، عشان ببساطه لما هي تطبخ لك الاكل بتاعك هتحط لك كميه زيت فاهم، وفي الاخر تيجي تقول لك ايه انا حاطط لك اصل زيت قليل، لحسه زيت فاهم، وهو الاكل يكون ايه اصلا فاهم رضع زيت فاهم. وتيجي انت بقى بعدها تستغرب انت ليه مش بتخس. فخدها دي كنصيحه، دايما اطبخ اكلك لنفسك. وحتى يا اخي عشان ما تخنقش الناس اللي معاك في البيت فاهم، والدتك عادي، باباك، اخوك فاهم، عايز ياكل بشاميل، عايز ياكل محمر بتاع، انت عايز تعمل اكل الدايت بتاعك، لازم تتعلم مهاره الطبخ عشان ما تبقاش تحت رحمه حد، او يعني بمعنى اخر تعتمد على نفسك. رحنا بقى سعودي نجيب بطيخ، نص بطيخه، بما ان طبعا ال 100 جرام بطيخ فيه 30 سعره بس، فحاجه تشبعنا كده تبقى حلوه في الصيف وندلع الدايت يا باشا. هنجيب البطيخه كده ان شاء الله تطلع حلوه ومسكره وناكل بقى على طول. شكلها جميله. واحلى فتره بقى في اليوم هي فتره الاكل، الفراخ بتاعتنا وحته لحمه. وهنا بقى بعمل حله رز كبيره بحيث ان انا ادخلها جوه التلاجة، عشان مش كل يوم اقعد اعمل رز قليل، لا اسخن منها بالجرامات اللي انا عايزها عشان ايه نوفر وقت طبعا. وعامة لما انت بتعمل الاكل بنفسك بتحس ان طعمه احلى، عشان انت بتكون حاطط مجهود فيه وتعبت فيه، هو كده كده هيطلع حلو. يعني سيبك بس من منظر الحرقات ده، هو هيطلع حلو ان شاء الله. واخيرا احلى لحظه في اليوم، الاكل. طبعا طبخنا الاكل والبطيخ بقى ناكله بعد الوجبه دي، وجبه لذيذه، رز وفراخ وقطعه لحمه. وحاليا بقى عندنا شويه شغل كتير، النهارده يوم الفيدباك العالمي، فنقعد بقى نشوف كل كلاينت بيتابع معايا خس قد ايه، زاد قد ايه، نظبطه الدايت بتاعه. وبحب قوي 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 اقعد اسمع بقى منهم كل حاجه، فبالتالي لما حد فيهم احس ان انا غيرت في حياته ولو ب1% او هو انبسط، دي لوحدها حاجه بتشجعني وبنبسط منها جدا جدا جدا. ولو انت طبعا عايز تبدا الرحله معايا واتابع معاك بنفسي، ما تنساش يا باشا تبعت لي سواء هنا او على انستجرام، فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، ايا كان. وده كان فلوج النهارده وانا صراحه خلاص مش قادر وده كان فلوج النهارده وانا خلاص مش قادر، يعني عايز اكل، فناكل بقى واشوفك في الفلوج الجاي ان شاء الله. دعواتك.